حبيبي، اوعى تستخدم كل صلاحياتك مرة واحدة أو على فترات متقاربة. بعتك هتبوظ. ازاي الكلام ده؟ تعال أقولك ازاي. أنا إيهاب أنور، أهلا بكم في العراب. لايك والشير ويلا بينا. كلنا في مجالنا عندنا شوية صلاحيات نقدر نستخدمها، ما بين خصومات، ما بين فترة سداد، ما بين أنظمة سداد، ما بين كميات whatever. لو أنا استخدمت مع عميلي كل الصلاحيات اللي معايا أنا بخسره واحدة واحدة. ليه؟ لأن بعد ما أنا أخلص كل صلاحياتي ويلاقي إن أنا مش عارف أقدم له إضافة جديدة أو الحاجة اللي هو متوقعها مني، بيبتدي يفقد الشغف ناحيتي، أو بيحس إن قيمتي قلت عنده، أو قيمته، أو بيحس إن قيمته هو شخصيا قلت عندي وبقيت مستغني عنه. المهم إن أنت في كارثة. عشان نحل المشكلة دي لازم نهتم بثلاث قواعد مهمين جدا. رقم واحد، طبعا ما نستخدمش صلاحياتنا مرة واحدة. رقم اتنين، مفيش حاجة اسمها أنا بعت العميل مرة واحدة. ليه؟ لأن أنا العميل اللي هبيع له مرة واحدة ده عميلك، ده بتاعك، ده معاك لطول العمر. سبت شركة ورحت شركة تانية هو عميلك، غيرت حتى الكارير هو عميلك، ده معاك لحد ما تموت. مفيش حاجة اسمها بعت مرة واحدة. بعت مرة واحدة ده يعني انت فاشل، انت عبارة عن مناول، واحد طلب منك حاجة اديتها له، شكرا. والعراب مش كده. تالت نقطة، ازاي احول نقطة ضعفي لنقطة قوة، او بطريقة جميلة ازاي احول المحنة الى منحة. تعالوا بقى نحكي قصة ونشوف هنعمل فيها ايه. القصة دي، تعالوا بقى نحكي قصة ونشوف هنعمل فيها ايه، مع اعتبار ان القصة دي بتتكرر تقريبا يوميا في حياتنا كلها في مجال المبيعات. تعالوا بقى نحكي قصة ونشوف هنعمل فيها ايه، مع اعتبار ان القصة دي بتتكرر تقريبا يوميا في حياتنا كلها في مجال المبيعات. عميل جالك رابع مرة يشتري منك، فجي قال لك بص يا باشا، انا الكلام ده مش نافعني، لا سعرك لا ينفع ياخد بالسعر القديم اللي انت اديتهوني، ولا نظام السداد ده عاجبني، ولا فترة السداد دي عجبتني، ولا فترة التسليم دي عجباني. انا لازم اخد اكسبشن. حضرتك طبعا من الناحية التانية استنفذت كل صلاحياتك. ساعتها هتعمل ايه؟ مع الاعتبار لو انت قلت له ده اللي عندي، العميل ده مشي، اقول لك على كارثة اكبر، العميل ده ممكن يروح لحد تاني يبتدي من حيث انتهى معاك. طب العميل ده وحش؟ لا، العميل ده مش وحش، كلنا هذا الرجل، احنا في الاخر عملاء في رواية احدهم يعني، ودايما انت بتتطلع للاحسن. طب انا اعمل ايه في الكيس دي؟ احلها ازاي؟ طب انا هاب ما شفتش الفيديو ده بتاعك قبل كده، وانا كنت استنفذت كل صلاحياتي مع العملاء، اعمل ايه؟ بطني كركبت، هعمل ايه؟ هقول لك تعمل ايه، بس الحل في شوية كرياتيفيتي، في شوية صياعة شوية. والتركة دي خدوا بالكم مهمة جدا، لأن التركة دي بتتكرر في حياتنا يوميا. في الكيس اللي احنا حكيناها دي، لو افترضنا ان انت استخدمت كل صلاحياتك، انت تقدر تحول نقطة ضعفك اللي انت قلقان منها قبل ما الراجل اصلا يجي لك ان ده هيطلب وهيطلب وهيطلب انا هعمل ايه، تقدر تحول نقطة ضعفك دي لنقطة قوة. ازاي؟ بص، اولا انت واخد كل الصلاحيات اللي ممكنة. انت بالنسبة لنا من العملاء بتتعامل معاملة كبار العملاء، انت واخد اقصى حاجة ممكن حد يوصل لها، بس انت كل مرة انت بتستفيد استفادة اكتر. انا مش هبطل افيدك، انا بالعكس احنا كل مرة بتوصل معايا لاستفادة اكتر. ازاي؟ هتبتدي تظهر قيمة الحاجات اللي انت بتعملها له، قيمة الخدمة. خد بالك، انا دايما لما بيظهر عندي عروض انت اول واحد بكلمه. خد بالك، انا لما بيجي عندي حاجات المستخبيه اللي هي كده كده متباعه، انت اول واحد بكلمه، حتى لو ليها شروط ان لازم تاخد جنبها حاجه لان هي كده كده سهل بيعها. خد بالك انت، انا لما بيجي عندي فرصه، مثال شركات المياه الغازيه، لما بينزلوا طعم جديد بيطلبوا من البياعين بتوعهم ان انت عشان تدي للعميل 10 كراتين من ده لازم ياخد
10 كراتين زيهم من الاطعمه التانيه. فانت بتيجي تقول له ايه، انا خد بالك انا اديتك ال10 اطعمه اول ما نزلوا، اولا انا جبته لك بسرعه، ثانيا انا ما اشترطتش عليك انك تاخد الكميه كامله وانا هعوضها معاك في حته تانيه. فانت كده وصلت له، انت كسبت الصفقه وكسبت مستقبل باهر مع العميل ده. ليه؟ انت عملت حاجتين بشويه الكلام اللي انت قلته ده لما ظهرت قوه اللي انت بتعمله له والخدمه اللي انت بتفضل تقدمها اللي مش هتنتهي. انا كل ما يظهر لي عرض هكلمك، كل ما تظهر لي فرصه هكلمك. عربيتك اللي انت اشتريتها دي لما تجيلي عربيه شايفها ان هي حلوه قوي ليك، انا هبيع لك دي واديك دي. هي دي قيمتي عندك، هي دي اهميتي. مش انت خلاص السعر، انت خدت احسن سعر، انت خدت اطول فتره سداد، لكن اللي انت لسه ما خدتوش انا هعمل ايه في اللي جاي. طب احنا هنا كسبنا ايه؟ كسبنا حاجتين. اولا انت نهيت البعبع اللي انت دايما خايف منه ان كل مره هيحتاج حاجه اكتر. ثانيا انت شوقته للمستقبل، انت حسسته ان العلاقه دي علاقه هتفضل مثمره الى الابد. ايهاب هيفضل يديني امتيازات ويديني ويخلق لي فرص الى الابد. ايهاب مستشاري مش واحد بيبيع لي. وهتبتدي بشويه الكلام اللي انت قلته بعد ما احنا بنتكلم في كارثه، لا ده بقت ادفانتج ليك، وبقت في لويالتي من العميل تجاهك. الواجب اللي احنا عايزين نعمله علشان نتعلم كلنا منه، في التعليقات قول لي ايه الموقف اللي حصل معاك كنت استخدمت كل صلاحياتك وحسيت ان البيع هتبوظ وعملت ايه، وخلينا نتناقش فيه كلنا.